السلام عليكم. صحيت من النوم زهقان بقى، قلت ايه؟ اعمل شاي ودردش معاكم شويه. اقعد في مصر ولا اسافر تاني؟ انا في اجازه في مصر دلوقتي. بالنسبه للوضع اللي انا شفته في مصر صراحه، يخوف. من ناحيه ايه؟ من ناحيه الدخل. يعني انا مثلا آه، عايز دخل حوالي 20,000 جنيه عشان أعيش حياة بالزق. يعني بالراحة خالص عايز لي 20,000 جنيه، ومفيش الكلام ده في مصر عامة. يعني مفيش حد بيدي 20. آه، بالنسبة الإيجارات غالية جدا. يعني أنا مثلا مأجر دلوقتي في أجازة ب15,000. طبعا مش كل الناس بتأجر ب15، في ناس بتأجر ب6 و3 و5، وحسب المحافظة وحسب المدينة والكلام ده. بس أنا مثلا لو رجعت 10 سنين ورا، هسافر ولا هشتغل مثلا اونلاين؟ هدور على شغل اونلاين ولا هشتغل اون سايت؟ هروح اشتغل ادور على شركة في مصر اشتغل فيها. فانا بقول من وجهة نظري يعني لو انا رجعت 10 سنين، 10 سنين ورا، هشتغل اون سايت، هدور على شركة او فندق او اي حاجة اشتغل، اخد خبرة حياتية يعني في البيزنس او نظام الشغل. وبعد كده احاول لو متيسر اعمل بيزنس على طول. اوعى تعدي ال 30 سنة من غير ما تعمل بيزنس لنفسك. و30 سنة كتير. يعني في ناس ممكن في أول العشرينات تعمل بيزنس لنفسك، مفيش مشكلة، بس ده لو في حد يدعمك ماديا يعني. مفيش، وكحيان بقى وحالتك على الله. اسمع اللي هقولك عليه ده: تسافر. لو انت طبعا سنجل، انا بتكلم عن الناس السناجل الجميلة اللي ما عليهاش مسؤولية. تسافر تعمل فلوس بره وترجع تعمل بيزنس في مصر. لو هتسافر دولة أوروبية، أنا ممكن أقولك إن أنت ممكن تتجوز هناك وتبني حياتك هناك الأسرية وتعيش حياتك بره، مفيش مشكلة. بس هتكلمني عن الدول العربية، هتسافر أي دولة عربية تقعد فيها 100 سنة، مش هتشوف الباسبور كده معدي من قدامك غير لما يكون واحد مواطن مطلعه يعني جنبك، لكن مش هتلمحه. يعني مفيش حد عربي بياخد جنسية. آه، حتى لو اتجوز، والله يعني أعتقد لو اتجوز ممكن ولاده ياخدوا جنسية، لكن هو ما يشوفهاش يعني. وصعب إن حد، يعني مثلا الإماراتيين والسعوديين والبحرينيين والكلام دول، الناس دي زي البدو في مصر هنا ما بيجوزوش من بره. احنا مثلا البدو في سينا، وساعات يعني في بدو ما بيجوزوش من بره القبيلة، مش من بره بس المدينة. يعني مثلا الترابين في مصر بيجوزوا ترابين بس، السواركة بيجوزوا سواركة بس كده يعني. أولاد علي بيجوزوا أولاد علي بس. هتلاقيها ماشية كده، زي الصعيد وزي البدو ما بيحبوش يجوزوا ولادهم من بره يعني. فهم برضو العرب او الخلايجة نفس النظام كده، ما بيجوزوش من بره. نادر جدا لما تلاقي مثلا سعودية متجوزة مصري. هتلاقي سعودي متجوز مصرية ماشي، لكن مصري متجوز سعودية موضوع صعب شوية. ممكن يعني اكيد تلاقي، بس من الحالات النادرة يعني. فانت تعمل ايه بقى يا ابن الناس؟ يا تعمل بيزنس في مصر، تسافر بره لو انت سنجل كده وجميل لسه، عشان خاطر مش هتقدر تسافر وانت متجوز وتاخد المدام بتاعتك معاك. لو المدام بتاعتك مصرية وجميلة كده، هتقعد في بيت أهلك ومعززة مكرمة وهتستحملك إن أنت تسافر، تمام ماشي. الموضوع ده بيبقى صعب شوية، علشان خاطر أصلا أنت بتسافر بتفضل تحول فلوس على مصر، تحول فلوس على مصر ومصاريف المدام ومصاريف العيال. فلما بتحوش حاجة بتاخد، بدل ما بتاخد سنة بتاخد 5، مش هقول 10. عبال ما تبدأ تحوش لك حاجة بتاخد 5 سنين. فانت لو سنجل وجميل كده، يا تسافر بره على طول دايركت تاخد خبرة بسيطة، او لو عندك حد يزقك على بره على طول اطلع بره على طول، او دور على شغل أو وظيفة اونلاين من مصر تجيب لك انكم بالدولار. بمعنى اصح يعني مثلا تشوف لك شركة. في شركات طبعا اللي هي الاوت سورس دي تبعد عنها خالص، اللي هي هتروح تشتغل في شركة مثلا في القاهرة، ويقول لك بقى تتدرب شهر وبعد كده تروح تقعد بقى في البيت تشتغل من البيت، ونديك 6000 جنيه على الاكونت العربي و10000 جنيه على الاكونت الانجليزي. ده انت بتشتغل في السبانخ. مش ده اللي انا بتكلم عليه. بتكلم عليه ان انت تشوف شركة مش اوت سورس، شركة دايركت على طول في يو اس، في امريكا، في بريطانيا، في اي دولة عايزة حد كاستمر سيرفيس انجلش بيتكلم انجليزي.
او بيتكلم عربي سبحان الله. يعني ممكن تلاقي برضه شركة في دول عربية عايزة حد ريموت جوب، ان هو مثلا فيرتشوال اسيست، ان انت اسيستنت، ان انت مثلا تبقى مساعد لحد، تعمل آه، تحدد ميعاد اجتماعات، تعمل حاجات على الاكسل وعلى الوورد، جداول، الكلام دوت، حاجة ليها علاقة بالاكاونتنج. يعني اي شغلانه ريموت تجيب لك دخل بالعمله الاجنبيه، سواء بقى ريال سعودي، درهم اماراتي، دولار امريكي، ريال اسماعيلاوي، المهم ان انت تلاقي شغلانه تجيب لك دخل ما يقلش مثلا على ال $500. افضل انحت بقى، يعني شوف شغلانه $300 ب $200، اتعلم، استمر شويه لحد ما تلاقي شغلانه هتجيب لك انكم كويس. صدقني في حاجات يعني اول ما تدخل في المجال وتمسك نفسك كده، اقل حاجه هتاخدها $500، اقل حاجه خالص، يعني زيرو، يعني يعتبر زيرو اكسبيرينس، بس بتتكلم انجلش كويس وبتعرف تدور على شغل كويس. مليانه مواقع، يعني اقول لهم لينكد ان مثلا. لينكد ان بيجيب وظائف اون سايت، هتروح شركه وتيجي من الشركه وفي دول معينه وكده. وفي حاجه تانية عايز اقولها بالنسبه لشغل الاون سايت دوت، ان انت تقول انا سافر ادور على شغل، والله 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 لينكد ان هيجيب لك شغل من مصر، وهيعملوا لك اون بوردنج. يعني مثلا تدور على شغل في المالديفز، في الامارات، في السعوديه، والله في شركات انترناشونال بتعمل اون بوردنج، وهيبعتوا لك تيكت الطيران، هيخلوك او مثلا هيقولوا لك انت طلع الفيزا واحنا هنحجز لك الطيران، او احجز الطيران وتعالى هنديك فلوس واحد. والله في شركات بتعمل الكلام ده. واعرف واحد صاحبي من مصر بيشتغل في ريزرفيشن في الفندق اللي انا بشتغل فيه، والشركه عملت له اون بوردنج او جابوه من مصر، قالوا له هتعمل فيزا سياحه. طبعا الشركات الكبيرة أو مثلا للجنسيات الأجنبية، يعني هقول حاجة، المدام بتاعتي يعني مش هنطلع كبير، في شركة كبيرة في الإمارات بعتوا لها من مصر، عملت اون بوردنج، بس عشان مراتي أجنبية أو جنسيتها أجنبية، فعملوا لها الفيزا وعملوا لها تذاكر الطيران وجابوا لها عربية تستناها قدام المطار، حتى ما رحتش أنا خدتها. عملوا هما كل حاجة فحسب الجنسية. بس للمصريين اللي أنا شفته بعناية بيعملوا برضو اون بوردنج، بياخدوا ناس من مصر من هنا، فنادق معينة، لو انت عندك خبرة او مش هنقول خبرة كبيرة، بس يكون عندك خبرة في المجال اللي هم عايزينه، هيعملوا لك اونبوردنج، هيحجزوا لك طيران، او هيقولوا لك احجز انت طيران واعمل الفيزا بتاعتك وتعالى وهم هيكملوا. فانا نصيحتي لاي حد، ما تضيعش سنين عمرك في الشغل ابو 3000 جنيه او 4000 جنيه، او تروح شركة اون سايت وتاخد، تفضل مستني علاوة 200 جنيه في السنة ولا 100 جنيه في السنة. السنة دي بتشتغل ب3000، السنة الجاية ب4000، هتفضل طول عمرك فقير. صدقني أنا عارف أنا بقولك إيه، هتفضل طول عمرك فقير. سافر، اعمل فلوس، أو دور على شغل أونلاين لو أنت ما عندكش مهارات. الناس اللي هي في ال AI دلوقتي وفي يعني البرمجة، لو قدرت تدخل في المجال دوت والاي تي، يعني مش هنلحقك، هتروح وهنجري وراك في قصة الفلوس او الانكم بالدولار ده. عشان خاطر الاي تي دلوقتي، انا نفسي اتعلم شغل اي تي او برمجة او اي حاجة شغل. كل ما اجي افتح ادور على شغل ريموت جوب او شغل من البيت، الاقي كل حاجة ليها علاقة بالاي تي والهندسة الكمبيوتر، يعني او ليها حاجة ليها علاقة بالبرمجة. فنصيحتي ليك، يا تتعلم مهارة، يا تتعلم برمجة، يا تسافر تشتغل وتعمل فلوس وترجع تعمل البيزنس الخاص بتاعك في مصر. لو مسافر دولة عربية، لو مسافر دولة أجنبية، تفضل هناك وهتاخد باسبور بعد 3 4 سنين، مش مشكلة. لكن الدول العربية هتقعد 200 سنة ومش هتشوف الباسبور، هتدفن وهيرجعوك يدفنوك في مصر، حتى مش يدفنوك هناك. يرجعوك تدفن في مصر. فبالتوفيق ليكم جميعا إن شاء الله. هنحاول نعمل فيديوهات الأيام الجاية. ده مش فيديو، مش هنقول ده فيديو، ده من غير حتى ايديتنج ولا حاجة، انا مش هعمل اي حاجة، انا بس طلعت ادردش معاكم شوية، انا في اجازة و... وطلعت اتكلم عشان خاطر انا مش عارف الناس عايشة ازاي هنا فعلا. المصاريف كتيرة جدا، او بمعنى اصح مش هتشوف حياة، هتشتغل هتعيش وتشتغل بس عشان خاطر الاساسيات ومش هتكفيها.
فربنا يرزق الجميع، ربنا يوفقكم بإذن الله. ولو سافرت ما ترجعش غير لما تعمل حاجة لنفسك وتأمن نفسك. السلام عليكم. العريش تسلم وتعيش.